السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، متابعيني الاكارم، اخواني اليوم قصتنا تتكلم عن الجن. يبي عندنا 3 بنات خوات، قصتهم مع الجن قصة جدا مثيرة. ارجو منكم الاعجاب بالفيديو، وانكم تظلون معانا بالفيديو تسمعون هاي القصة. جدا ممتعة وقصة جدا جميلة يعني، وبها عبر وفائدات ان شاء الله. قصتنا اليوم تتكلم عن 4 بنات متزوجاتهن. واحدة من البنات أرملة وعندها ولد، والباجيات كل واحدة عند زلمتها يعني. هم كل فترة وفترة يحبون يطلعون سيبانة على استراحات وسيبانة. القصة هاي حدثت في السعودية. يقولون البنات، القصة على لسان البنات يعني، هن سولفنها يعني، قصتهم مع الجن. يقول البنات: دقينا لخواتي ودقينا لبعضنا وقلنا لحالنا بدنا نجتمع وبدنا نطلع رحلة نتفضى عن حالنا ونفضي عن بعضنا، وهالولاد زادين ضاق خلقهم بالبيت مشان نتفضى نحن. يقول والله ما كذبنا خبر، دقينا على بعضنا وجمعنا بعضنا. هاي يا بنات وين نطلع اليوم، وين نريد نروح؟ كل واحدة دقت على زلمتها قالت له بدنا اليوم عندنا طلعة نريد نروح. تعرفون انتم، جهزم امورها الطلعة وجهزم امورها السيبانة. ولكن صارت عندهم مشكلة. هالمشكلة هاي انه كل نوبة هم يطلعون مثلا على الرحلة ما يحجزون فنادق ولا يحجزون شلة ولا يحجزون شيء. ليش؟ يعرفون انهم يروحون اللي غادي يلاقون مكان فاضي ويحجزونه مباشرة يعني، هم يعني كالعادة. ولكن هالنوبة صدفة راحم وفتلم على فندق. وين ما يروحون يقولون مليان، مشغول، ما الغرف كلها مليانة، الشقق كلها مليانة. فتلم على الاستراحات يقولون مليانة، نحن نعتذر منكم. اليوم طلعوا هم بكير من الصبح، غبشهم يعني من الصبحيات، وصلهم يعني حول الساعة 7 الصبح، مطرح ما هم رايحين على الرحلة. ما هي مسافة بعيدة كثير يعني، ولكن انه تعنم يعني المسافة اليوم، ما يريدون يرجعون. وحميت عليهم الشوبة. هي صارت الساعة حدود 10، هم يدورون على مطرح يقعدون بيه وما لقم. وحميت عليهم الشوبة. وتعرفون انتم السعودية جوها حار ميكن يعني جدا. ليس قال متى نروح على غير منطقة، هي بكترها زيدين، منطقة اسمها حايل. لازم على ما اظن حسب ما روالي صاحب القصة، لازم منطقة اسمها حايل بهالحدود هاي. ركبهم وراحوا على المنطقة هاي، زين دورهم على شاليه، على استراحة، على اي شيء. والله يعثيهم باستراحة متطرفة ما لقم غيرها يعني. وشافهم هالعامل بيها، حكم مع العامل: صديق وين صاحب الاستراحة؟ اعطينا رقم صاحب الاستراحة بدنا نكلمه، الاستراحة فاضية محجوزة. قال لهم والله ما عرفت، نسأل صاحب الاستراحة انه انتم جيتوني بوقت متأخر اليوم، جيتونا الظهريات اغلبية الاستراحات انحجزت. ما اعرف يعني معلمي حسب الاستراحة مأجرة لحدا مو مأجرة ما ادري، خبروه وانتم خذوا الاخبار منه. قال ليس بالخير، هات رقم صاحب الاستراحة. خذهم رقم صاحب الاستراحة، كلموه، طلع رجال طيب وقاموا يبازرونه على هالسعر. وتفاجأهم، انطاهم اياه بسعر جدا قليل يعني الاستراحة. قال لهم والله هاي يعني حظنا زين، لقينا استراحة رخيصة وماشي حالها، ما لقينا غيرها يعني. نحن وين نريد نروح بحالنا؟ يقولوا ناخذ هالاستراحة وندفع له المصاري لهزلمة ونفوت على الاستراحة بيها 3 غرف. واحدة من البنات هذنها الأرملة قالت لهم يا خيو أنا أرملة وعندي خصوصيات وولد صغار، أنا بدي غرفة لحالي. يقول خذت غرفة لحالها، واحنا توزعنا بهالغرفتين الظلن، والحمد لله ربك الحمد. وقعدنا، وقاموا من الشباب يجهزون الغداء، رجاجيل هالبنات قاموا يجهزون الغداء كي يتغدون. واصلين صادين عليهم ظهرته اللي قام الاستراحة وجاعهم يعني. يقول البنت اختي فاتت على الغرفة، الأرملة فاتت على الغرفة وسكرت على حالها وقعدت تستريح لين ما الغداء يجهز. يقول جهزهم الغداء الشباب وهالبيو النصيب. لما نقعدهم على الغداء قالوا دزم عليها بالغرفة المرة هاي مشان تتغدى معانا. ولا البنيات واحدة منهن قامت دقت عليها على أختها الأرملة،
قالت له قومي مشان نتغدى هاتي ولادك. تفاجأت بأختها وجهها شاحب وبراطمها صايرات بيض. تقول يعني ما خذيت الشي بالشي يعني. قلت يجوز أمر طبيعي يعني من التعب أو من الشوب من الحر. تقول طلعنا نتغدى. يقول كل نوبة هي تسولف وتحكي البنية معانا. أختي أشوفها ما سولفت ولا كلمة، قعدت على الأكل، طعمت ولادها وهي ما أكلت، نحاكيها تضحك بينا وما ترد. وقامت بعد ما طعمت ولادها قامت وفاتت على البيت على الغرفة. يقول نحن ما أخذنا الشي بالشي يعني، ضلينا قاعدين. يقول وصل علينا الدنيا ليل وقلنا قوموا متى نروح نتمشى، احنا جايين هنا نتفضى، امشوا متى نطلع نتمشى. تقول للبنية ونطلع أنا والزلم ودزينا على أختي الأرملة زادين، قلنا امشي تعالوا نطلع نتمشى والولاد. يقولوا طلعنا تاني نتمشى. يقول لما طلعنا من الاستراحة أختي هاي الأرملة انطلق لسنة وقامت تسولف وتضحك وتمزح برات الاستراحة. احنا تقول نرجع على الاستراحة تسكت، ما نسمع صوتها ولا تسولف مع حدا خالص. شنو السالفة ما ندري. وتقول هاي البنية تقول أنا أعرف يعني عندي إحساس غريب باتجاه الاستراحة مو مريح، يعني إنه إحساس باتجاه الاستراحة يعني نفسيتي هيش متضايقة، ما أعرف حاسب شي ضيق. تقول هين صار الدنيا ليل وأشوف الحارس تبع الاستراحة بقلب الاستراحة جاي يخطم من مطرح لمطرح. راح قلت لحالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا جابه يجوز عنده شغلة هنا، يجوز عنده غرض، يجوز عنده شي. رجعت شفته نوبة ثانية عدى. قال هنا قحصت اني وقلت له لزلمتي شفت اللي شفته اني حارس الاستراحة هين؟ قال ها ما شفت شي. قالت له خلاص ما بشي ما بشي. عرفت حالها انه بس هي شافته معناتها الامر بيه شي، بيه ظن بالموضوع. وتقول هالبنية ما خذينا الشي بالشي. قمت اقرا المعوذات بصدري وقول يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرا بهالمعوذات واحصن حالي واحصن هالولاد. تقول صار ثاني يوم هنا وطلعنا من الاستراحة. طلعتنا من الاستراحة نسيت الشاحن تبع الموبايل بالاستراحة. رجعت اجيب الشاحن. انا فتت اجيب الشاحن ولقيت رجال شايب شعره طويل قاعد فوق السيارة فوق بوز السيارة وحاطط راسه بين رجليه. تقول لما شفت اني هيك ارتعبت وكان اطلع بسرعة من البيت يعني مرعوبة ميكن. شفت رجلي وسألته، سألني قال لي وين ها جبت الشاحن؟ قلت له ها لا ما جبته ما لقيته. روح انت جيب الشاحن. بعثت رجلها تجيب الشاحن. راح رجلها غط ما بيخ 10 دقايق رجع جاها لونه اصفر. قالت له شبيك؟ قالها ها ما بيشي بس ما لقيت الشاحن. ما راضي يخوفها ولا راضي يخوفون بعضهم. لسه لحد الان كلهم ساكتين عن الموضوع، ما يريدون يخوفون بعضهم ينزعون الطلعة انه على الشيء الصاير. ما يريدون يقولون لبعضهم انه البيت مسكون طلع ان احنا قعدنا بيه. لسه يا اخوان اكمل لكم السالفة. يقولوا طلعنا من البيت رحنا وتهرجنا وشي وتونسنا ورجعنا على الاستراحة المغربيات. بالاستراحة ببرا مطرح قعدنا بيه كلياتنا وقمنا نضحك ونتكلم ونمزح. وإذ شفنا رجال يخطم من قدامنا يروح لبعيد. نعمه ونرجي قال لي شفته اني؟ المرة تقول له اي والله شفت رجال عدى هيج. قام بسرعة رجلي راح لحقه. قال لحقناه شفناه لف باللفة. لفينا ورا ضحكنا انه حايط سد وما بي حدا. قال هين تأكدنا انه الاستراحة بيها مسكونة. ويا اخوان هنا اعتمدنا كلياتنا انه بدنا نطلع من الاستراحة ما راح نضل. جينا اقترحنا على بعضنا وقلنا بدنا نروح حاج بدنا نرجع. احنا كنا متواعدين على اساس بدنا نضل 5 ايام ما ضلينا نهارين بالاستراحة. قلنا لبعضنا بدنا نروح. واشوف الربع النسوان كلها والزلم كلها ما حد اعترض ولا حد قال اي ولا حد قال لا. الكل قال تمام نروح. الكل لانه كان عنده شك بهالموضوع هذا والكل كان متأكد بس خايف ليسولف ويخوف الباجيين.
فلما اقترحهم انه يرجعون، فقام نرجع. ايش عليه؟ قضبهم هنا، ضبهم اغراضهم، حطوهم بالسيارة ومشم. قولوا نحن ماشيين على الطريق، بنت الأرملة الصغيرة قامت تصرخ وتصيح جوني جوني، تصرخ وتزت حالها، وتزت حالها من الشباك. تقول البنية، واحنا كامشين البنية الصغيرة ونقرا المعوذات، وتقول لاختها الثانية شغل القرآن. تقول ونشغل عليها القرآن، وشوف البنية هديت البنية ونامت. المهم البنية نامت ما فاقت لبين ما وصلنا، تقعدت البنية. تقول كل من راح على بيته وكل من عاد على عمله وشي. ولكن هالقصة ظلت تنق براسي انه الاحداث صارت وشي، وما واحد منا سولف للثاني اللي شافه. هنا البنية تقول قمت ادق على اخواتي واسألهن لما رحنا على الاستراحة ايش صار معاكم؟ ايش شفتم؟ تريد اعرف السالفة، خلاص احنا طلعنا من الاستراحة يعني، بس نعرف السالفة الموضوع ايش صار. سألت اختي وانها تقول لي الارملة، وانها تقولها يعني لما فتنا على الاستراحة ما بشي، امور طبيعية. فتت على الغرفة وتعبانة ميكن، وتشطحت على التخت ونمت. بنومتي اني قعدت على صوت الولاد عم يصيحون. لما قعدت على صوت الولاد عم يصيحون قمت على حيلي، فزيت على طولي وجيت قلت لهم ايش بيكم؟ ويصيحون بواحد هنا وليد جاء قام مثل من عندنا الاحرام وسحبه وانهزم، ويأشرون على الحائط انه انهزم الوليد من هنا وسحب حرامنا. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يلا خير خير تعوذوا بالله. قمت اتعوذ بالله واحصنهم، والولاد خايفين ميكن ويقولون باب الغرفه جاي ينفتح وينطبق ميكن. حاولنا نترس الباب، جبنا مخاد وحطيناه ورا الباب تا نترسه تا ما يضل ينفتح وينطبق. المخاد طالع كلياتنا والباب ضل ينفتح وينطبق. زي ده الولاد ميكن خايفين يعني انه هذا صار معاهم. وهنا الليله كلها يعني جدا ارتعبهم، لبين ما انتم دقيتم علينا وقلت لهم تعالوا اطلعوا متى تتغدون. هين طلعنا عليكم نحن. طلعت مرعوبه ميكن اني ما قدرت اسولف مع اي واحد، ولا قدرت اقول لكم مشان ما تخافون زادين. تقول لهم هذا صار معاي. والبنيه الصغيره يعني جدا ارتعبت ميكن، وظلت يعني مرضانه فتره وهي امها تقرا لها قران وتعالجها. قالت الحمد لله الله فكنا من هالبيت الملعون المسكون، والحمد لله الله فكنا منه. ولا تنسون لازم الواحد دائما يحصن حاله بالمعوذات، بمعوذات صباحية، معوذات المساء. لازم دائما الواحد يظل يتعوذ، لأنه ما يعرف وين ساكنين هم هذولا، وين قاعدين. اليوم الجن موجود والكل شيء موجود يا أخوان، لا حد يستهون بهالسالفة هاي. وهاي قصتنا لليوم، وشكرا لكم على متابعتنا، وشكرا على صبركم علينا على الاستماع إلى القصة، وأرجو الاشتراك بالقناة. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم محمد الموسى من قناة قصص وفائدة، وشكرا والسلام عليكم.